المقابله ديال الكاس تختلف اختلافا كليا على المقابلات ديال البطوله. المقابله ديال الكاس كتعرف كتكون فيها واحد شويه ديال النديه، خاصه من الفرق السفلى ديال السفلى، لان فريق الجيش الملكي الان كيلعب في القسم الوطني الاول احترافي، ومن ازهى واحسن المواسم اللي تيمر فيها، لانه تيضرب اليابس الاخضر باليابس لا في البطوله الوطنيه ولا على المستوى الافريقي. كان كذلك انه ياكد هذا في الاقصائيات ديال كاس العرش. لعبنا مع الفريق هو الفائز ديال السنه الماضيه، اذا عنده طموح، عنده واحد الهدف اللي خصو انه يعاود الكره باش يفوز المره الثانيه. انا راضي على فريق نادي ستاد المغربي المقابله اللي قام بها، وكانت فيها نديه وابان عن علو كعبه مع فريق يقام له ويقعد. هنيئا لفريق الجيش الملكي، هنيئا لجمهور الجيش الملكي، واحد صعيد لفريق نادي ستاد المغربي في مشواره في البطوله واللي تيركز عليها بالدرجه. قبل ما تخرجوا ما تنساوش تابوناو في لاشين يوتيوب وتبارطاجيو لا فيديو مع صحابكم ومواقع التواصل الاجتماعي. ما تنساوش ديروا جيم وتضغطوا على الجرس باش يوصلكم جديد ديالنا.